بعد أن كادت رشا أن تطلق النار على أحد رجال فزاع، انتهت الحلقة السابقة عند لحظة حاسمة لتتركنا أمام تساؤل كبير: ماذا سيحدث في الحلقة السابعة من مسلسل دروب المرجلة؟ في الحلقة السابعة نرى أن رشا تطلق النار بالفعل، لكن الرجل الذي استهدفته ينجو في اللحظة الأخيرة ويتمكن من الفرار. لاحقاً يتجه مهاوش برفقة مقناص إلى قبيلة فهد زوج سدرة، لكن في طريقهما يعترضهما العقرب وعصابته لتندلع مواجهة قوية قد تغير موازين الصراع. ومن جهة أخرى تبدأ خيوط موقع جديد بالظهور، وهو المكان الذي يخطط فزاع لبناء مصنع المخدرات فيه، في تطور خطير يهدد الجميع. أما فزاع فقد زرع جاسوسا داخل الديرة، وهناك احتمال كبير أن يكون هذا الجاسوس من الشخصيات المقربة من الشيخ صقر، لكن يبدو أن هويته الحقيقية لن تكشف إلا في نهاية المسلسل. أما رشا تطلب من شاهين العودة إلى الديرة لبدء تنفيذ مشروعهما المشترك، في خطوة قد تعيد ترتيب التحالفات من جديد. وفي تطور آخر نرى الإعلامي نعمان ومؤمنة يبدأان بالتقرب من رشاش ويدخلان في ملف هروب فزاع، بالإضافة إلى قضية المساءلة القانونية للفندم زاهر، ما يفتح الباب أمام مسار جديد للأحداث. الحلقة السابعة تحمل تصعيداً كبيراً وصراعات مفتوحة واكتشافات قد تغير مسار القصة بالكامل.